ابنك المراهق مش مهتم بالمدرسة؟ أنا مي وأنا لايف كوتش للأمهات اللي عندهم مراهقين بيعانوا معاهم في السن ده، وأنا بشوف المشكلة دي مع مراهقين كتير وأمهات بتعاني مع ولادهم، وعايزة أقولك إزاي تتعاملي في الموضوع ده بالطريقة الصحيحة. الأسباب الحقيقية اللي بتخلي المراهق أو المراهقة ما يهتموش بالمدرسة، أصل المشكلة إن المراهقين مش فاهمين إن المدرسة دي هي مسؤوليتهم الأصلية والحقيقية، زي ما انت كده مثلا مسؤولة عن البيت والولاد. المراهق مسؤوليته الأساسية هي المدرسة، دي شغلته وواجبه اليومي. المشكلة إن معظم المراهقين مش بيشوفوا الموضوع من الزاوية دي. بالنسبة لهم المدرسة دي حاجة بيعملوها علشان مامتهم وباباهم، مش عشان نفسهم أصلا، وده بيخليهم يستنوا مكافآت على كل حاجة بسيطة بيعملوها، ما يحسوش بملكية حقيقية للنتائج اللي بيجيبوها، يحطوا المسؤولية عليكي انت لو هم فشلوا، ما يقدروش قيمة الفرصة المتاحة ليهم. ازاي تخلي ابنك او بنتك يفهموا ان المدرسة دي مسؤوليتهم هم؟ الحل الاول KPIs. اقعدي مع ابنك او بنتك وحطي مؤشرات اداء محددة وقابلة للقياس زي ما الشركات بتعمل، فبتحطي حاجة معينة وبتقيسي على أساسها البرفورمانس بتاعه أو بتاعها. تاني حاجة earned privileges. خلي الحاجات اللي بيحبها تكون مربوطة بشغلته الأساسية اللي هي المدرسة. لو عايز مثلا يلعب على البلاي ستيشن أو على الكمبيوتر، أو هي مثلا تتفرج على التيك توك شوية بعد ما تخلص الواجبات بتاعتها والمذاكرة اللي محتاجة تعملها. وقت الموبايل يزيد لو الأداء كويس ويقل لو الأداء مش كويس قوي. الخروج مع الأصحاب مكافأة على الأداء الأسبوعي الكويس اللي هم عملوه. ممكن يكون في بونس على تحقيق الأهداف الشهرية، فممكن مثلا ياخدوا جزء زيادة فوق المصروف العادي اللي بياخدوه، بس كل ده بيكون متوقف على الأداء بتاعهم. ففي بريفليج لما هو بيعمل حاجة ببرفورمانس أو بطريقة معينة بياخد قصادها مثلا بونس أو حاجة معينة، مش إن احنا بنعودهم ياخدوا حاجة قصاد حاجة، بس مش هينفع يعملوا الحاجات الترفيهية من غير ما يكونوا مخلصين الحاجات الأساسية اللي عليهم. حاجة مهمة كمان، مش لازم كل مراهق أو مراهقة يبقوا الأول على الفصل، المهم إن يوصل لأقصى إمكانياته مش إمكانيات غيره. وأحيانا المراهق محتاج يتعلم من أخطائه، سيبيه يواجه عواقب عدم المذاكرة بطريقة طبيعية، مش انتي اللي تتحملي كل حاجة.